يا صباح الورد والفل والياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد. بصوا يا جماعه، انا راكبه التوك توك ورايحه اقدم على تليفون ارضي للشقه الجديده. طبعا التليفون الارضي بتاعي الاساسي اتسحب لان بقالي فتره مش مهتمه بيه، وكمان اللهم صل على سيدنا محمد ما بدفعش الفاتوره وكده، فاتسحب وناس تانية اخدته. فاهمين؟ فرايحه اقدم على تليفون جديد ارضي، وهشوف بقى يعني يا رب الاقي كده ولاد الحلال اللي يقفوا جنبي ومعايا ويجيبوه لي بسرعه، لان انتوا عارفين شغلي بقى والنت وتنزيل الفيديوهات والكلام ده، فلازم يكون عندي تليفون. لان كمان المكان اللي انا بقى يعني الشقه اللي انا فيها دي ما فيهاش شبكه نهائي، وفي ذمه الله الشبكه هناك يعني حتى التليفونات مش شغاله. فالحاجه الوحيده اللي هقدر اتواصل بيها مع اهلي بقى مع اي حد هو الانترنت على عبر ايه، الواتساب او الماسنجر او الكلام ده. ف صلوا اول حاجه على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كمان ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات. ويلا بينا نبدا الفيديو ونشوف يومنا هيمشي ازاي. بصوا يا بنات، انا رجعت دلوقتي على الشقه، لسه راجعه حالا من السنترال. اللي حصل بقى، رحت قدمت واتعقدت، عملت كل حاجه وبصوا واستلمت الراوتر. استلمت الراوتر. عارفين ان ربنا لما بيسهلها، عارفين لما ربنا كده يوقف لكم ولاد الحلال. اقسم بالله انا النهارده اهو اول مره اروح، ربنا سخر لي كده ولاد الحلال اللي يقفوا معايا ويقفوا جنبي ويخلصوا لي الدنيا دي كلها. طبعا قلت لهم يا جماعه انا محتاجه جدا 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 الامور دي تمشي علشان شغلي ودوت يعني اكل عيشي بقى. وبصوا يعني انا ما كدبتش عليهم في حاجه، انا قلت لهم كل الحياه والصراحه، بس ربنا والله اكرمني ووقف لي كده ولاد الحلال. والحمد لله استلمت اهو الراوتر، قدمت على الارضي ودفعت كل الفلوس. حتى يعني انا جبت الراوتر بالقسط، تمام، ما جبتهوش كاش. حتى قالوا لي مش عارف تدفعي الفاتوره الارضي اللي هي ربع سنوي وما ربع سنوي او سنوي والكلام ده. قلت له لا 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 لا، مفيش الكلام ده. انا كل شهر هدفع 140 جنيه، كل 3 شهور هدفع ال 140 جنيه بتوع الاشتراك، تمام، وهمشي عادي بقى، همشي بقى بالقسط. انا اتخرب بيتي وكده والحمد لله. يعني الناس كانوا رؤوفين بيا جدا. فاستلمت طبعا الراوتر. انا كنت عامله حسابي ان انا اشترك مع شركه اورنج او اتصالات، بس بصراحه بقى انا مش عارفه بتفتح ازاي. انا هنا. بس بصراحه بقى لقيت نفسي بقى هناك، قلت لا اخلص طالما ربنا مسهلها. خلصي يا بنتي يا هبه كل حاجه، تمام، وما تعطليش نفسك. اوعي تعطلي نفسك على حاجه طالما ربنا ميسرها معاكي. تمام اهو استلمت الراوتر ده، تمام. مش عارفه بيبقى فيه ايه تاني معاه، بس ما علينا. هم قالوا لي يوم السبت هيكون هيجوا يركبوا لك يعني الخط ويظبطوا لك النت وكل حاجه. مفيش نص ساعه يا جماعه لقيتهم بيقولوا لي بيكلموا يعني قبل ما اوصل البيت لقيتهم بيكلموني بيقولوا لي ايه، ساعه ونص بالكتير هنيجي نوصل لك الدنيا وخلاص. فربنا يبارك لولاد الحلال. وادوني كمان بطاقتي بلاش، ادوني كمان الخطين دول اهو ادوني الخطين دول. قالوا لي ان هم فيهم نت وفيهم مش عارف ايه وحاجات كده بقى كتير كتير كتير. بس الحمد لله بحمد ربنا وبشكر فضله ان الامور كانت متيسره والامور طيبه وكل حاجه. وانا مبسوطه جدا جدا والله العظيم بجد. اكتر حاجه ان انا انجزت ده. مين بقى صاحب بقى الفضل ده؟ هو ربنا. فالحمد لله الواحد بيقول يا رب وربنا ييسر له اموره. ويلا بينا نشوف الدنيا هتمشي ازاي النهارده. بصوا عايزه اقول لكم ان انا اتهديت والحمد لله لميت كل حاجه زي ما انتم ما شايفين كده. حبيت ان انا اوريكم. انا امبارح يا جماعه ما عملتش اي حاجه لان فعلا انا ارهقت.
عايزه اقول لكم بقى ان الشلتات دي او الشلت دي بتاعت ماما. لما جيت انا واختي وكده عشان يعني ننصب الحاجه الدواليب وكده، فقالت لي لا هاتلنا الشلت دي من عند ماما ان احنا ايه نرتاح عليها، عشان ايه؟ عشان الدنيا تبقى تمام، وكده كده هرجعها لماما تاني. بصوا هنا، انا طبعا ما صورتلكوش اليوم اللي احنا نصبنا فيه الحاجه، لان بصراحه انا كنت مرهقه جدا وكنت تعبانه جدا. دي بقى مفارش وستاير وحاجات زي كده، مرضتش ان انا اشيلها علشان يا جماعه آم، يعني تبقى قريبه مني لما اجي ايه افرشها وكده. تمام. الدولاب اهو اتنصب، وكمان عايزه اقول لكم ان انا فرشته، يعني كل الحاجات بقى اللي بره خلاص حطيت تحت السرير الحاجات اللي هي الشتوي والمفارش وكده، والدولاب الحمد لله فرشته بتاعي. طبعا انا متضايقه جدا. بصوا التسريحه مكسوره ازاي، اتكسرت خالص خالص خالص. وبصوا كمان انا يعني هنا سنداها بالخشبه دي، كل بقى الخشبة اللي هنا دي. تمام، هوريكم زي انهي، زي اللي هنا كده اتشالت راحت فين انا معرفش، اتكسرت من مين انا مش عارفة بصراحة. فدي حاجة يعني منكدة عليا قوي 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 قوي. تمام تمام. الجزء اللي فوق ده لسه مركبش، هو طبعا اهو على جنب. تمام. الدولاب الجرار بصوا تمام، والدنيا تمام وكل حاجة، بس بقى ده اهو بصوا مش راضي يتركب، مش راضي يتركب بس من فوق ومن هنا. بصوا لو اهو بصوا ما بيمشيش اكتر، هو كده هو عايز يتركب وهو مش راضي يتركب. فانا مش عارفة هيبقى حله ايه، فطبعا لازم اجيب نجار. تعالوا اوريكم بقى اوضه البنات. الحمد لله برضو اهي. بصوا يعني في حاجات كتير هتتغير بقى، المخدات دي انا هغيرها ان شاء الله باذن الله، ربنا يصلح الحال وييسر. تمام. دي الهدوم بتاعه البنات والشوزات بقى بتاعهم وكده، دول المفروض كانوا يتعلقوا على الشماعه بتاعه اللي في الدولاب، بس انا بصراحه ما لقيتش الماسوره. يعني بصوا اهو، اول حاجه بصوا الدولاب يا جماعه بيتهز بيتهز بيتهز. ماشي. كل اللي انا رتبته بس الايه الملايات دي. طبعا هنا ما كانش فيه ماسوره علشان اركب ايه احط الهدوم بتاعت البنات. طبعا بصوا الدولاب اتكسر من هنا. تمام. رصيت طبعا هدوم البنات، في حاجات لسه ما ترصتش، الحاجات دي لسه يعني التيشيرت مثلا من غير البنطلون، بنطلون من غير التيشيرت، مش عارف ايه، فلسه برضو هطلع من الشنط، وفي حاجات لسه عندي جدتهم فهجيبها. الدولاب بصوا مش راضي يتقفل ليه، انا معرفش، مش لاقيه اي مبرر. الخشبه دي معرفش برضو واقعه منين ولا جايه منين. بصوا يعني الحمد لله الحمد لله على كل حال، والله العظيم انا متنكده متنكده جدا. وخلاص بقى اعمل ايه، هو بصوا الدولاب مع انه راكب كويس، بس يا جماعه بصوا اهو مش راضي يتركب. وزي ما انتوا شايفين كده ان شاء الله ادعوا لي كده ان انا ربنا يكرمني واقدر يا اما اغير بقى الغرفه دي خالص بتاعت البنات، يا اما بقى يعني احاول ان انا ايه اجدد فيها اصلحها يعني تتصلح. ماشي. وبرده السراير نفس الحدوته. بصوا من هنا اتكسر ومن هنا اتكسر، ودي يعني بصوا انا مركباها شايفين، يعني بصوا اهي انا مركباها ملصماها، بس بصوا كل ده بصوا متخلع مكسر. طبعا مش قادره ان انا اجيب كده السرير نفس الكلام. الناحيه التانية برضو الحمد لله على كل حال. دلوقتي بقى انا المفروض منتظره اللي هيركب لي الاسلاك بتاعه التليفون الارضي ويوصل لي الانترنت، وهنادي للبواب يركب لي يغير لي القلب بتاع الباب لان انا جبت ايه قلب تاني هوريه لكم دلوقتي. بصوا جبت القلب ده وهركبه دلوقتي. ف يلا بينا نكمل يومنا.
بصوا بقى يا بنات، عايزه اقول لكم ثانيه الا ثانيه كان مغير القلب بتاع الباب، يعني ما تاخرش. كل يوم يا جماعه اقول هغيره هغيره وبكسل يعني، بس الحمد لله. بصوا يا بنات، زي ما انتم ما شايفين كده، خلاص الحمد لله. اللي هو المفروض بيشتغل في السنترال جه وصل لي كده، تمام. وصل لي الحرارة، وصل لي زي ما انتم ما شايفين الراوتر. قال لي ان شاء الله بكرة النت هيشتغل، فاللهم لك الف حمد والف شكر. عايزة اقول لكم دلوقتي الساعة 6:30 اخر النهار. انا طبعا كل القصة دي خلصتها، يعني نزلت من البيت كانت الساعة 12. فالحمد لله انجزت النهاردة يا جماعة انجاز كبير جدا جدا جدا. وان شاء الله بكرة هروح اجيب بقى من اكتوبر طبعا شقة اختي اللي انا حاطة فيها العفش. هنزل بكرة اجيب العفش بتاعي، وطبعا هشارككم كل حاجة. بس هو ده كان فيديو النهاردة، الحمد لله ما فيهوش تفاصيل كتير. شايفين بتاع الانابيب يعني مش وقته بصراحه خالص، بس ما علينا. بس يا جماعه ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشجعوني كده في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم سلام.